السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وآخر تطورات توسعة كورنيش اسكندرية في المرحلة الثانية اللي بتبدأ من بعد شاطئ البريفاج لحد المحروسة. موجودين دلوقتي في منطقة ميامي أمام شارع خالد ابن الوليد، وعلى يمين الصورة زي ما حضراتكم شايفين ده كده نفق خالد ابن الوليد، خلاص بيتم الانتهاء منه في التشطيبات الأخيرة. الشارع بقى طبعا بقى واسع جدا زي ما حضراتكم شايفين، لسه كمان هيتم تلوين الرصيف ويتم تخطيط الطريق، ولسه كمان هيتم إنارة الأعمدة. وكل اللي احنا هنشوفه طبعا في المرحلة التانية من تخطيط الطريق وتلوين الرصيف وإنارة الأعمدة، وكمان لسه هيتم وضع الإشارات. ده كده كله شفناه في المرحلة الأولى. واللي حابب بقى ياخد كده جولة بالمركب لحد جزيرة ميامي، بتبقى جولة جميلة جدا، بالأخص كمان البحر بقى مفهوش أمواج، ودلوقتي جو اسكندرية جميل جدا. زي ما حضراتكم شايفين الطريق بقى واسع جدا، لسه هيتم تخطيط الطريق. طبعا 5 حارات رايح 5 حارات جاي. طبعا وعارفين كمان ان من اضيق الاماكن او الطريق كان ضيق جدا امام ميامي وبير مسعود ونادي وادي دجلة. موجودين لسه في ميامي، وهنا خلاص بيتم الانتهاء والتشطيبات الاخيرة لبوابات الشواطئ. واهم حاجة سرعة الانتهاء من انارة الاعمدة، لان طبعا في اماكن بتكون ضلمة زي بير مسعود وحرس الحدود، وكمان في ميامي وعند نادي السيارات، فالاماكن دي بتكون ضلمة جدا. وطبعا احنا داخلين على شهر 8، فهيكون بقى في مصيفين بتيجي في شهر 8 يحبوا بقى يتمشوا على شواطئ اسكندرية ويحبوا يروحوا بير مسعود، فياريت يتم السرعة في انتهاء انارة الاعمدة. ودلوقتي داخلين على منطقة حرس الحدود، وزي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا الرصيف بقى واسع جدا امام حضراتكم اهو، ولسه طبعا ما تمش وضع الانترلوك، وخلاص تم الانتهاء من اعمال التوسعة امام حرس الحدود ونادي وادي دجلة وكمان بير مسعود. وخلاص فاضل بس تشطيبات نهائية ويتم الانتهاء من التوسعة. ووصلنا أمام منطقة نادي وادي دجلة، طبعا النادي كان هنا وخلاص تم إزالته، وكمان تم إزالة الهدم الناتج عن الإزالة، وتمت التوسعة بدون المساس بمكان النادي، يعني ما أخدوش أي جزء من نادي وادي دجلة عشان التوسعة، وكمان تم تقليل مساحة الرصيف زي ما حضراتكم شايفين. وكل ده تابعناه على القناة، وهتلاقوا الفيديوهات على القناة. تابعنا طبعا مع حضراتكم كل المشروعات اللي موجودة في اسكندرية من توسعة كورنيش وكوبري محمد نجيب، وكمان مترو اسكندرية وكوبري 45 الدولي، كل ده هتلاقوه على القناة. دلوقتي داخلين على منطقة بير مسعود، من أجمل المناطق الموجودة في اسكندرية. تعتبر منطقة بير مسعود منطقة هادية، كمان في صخور تقدروا تقعدوا عليها وفي كراسي كمان زي ما حضراتكم شايفين، وكمان في بير مسعود طبعا معروف. صورت لكم كتير بير مسعود كمان من جوه، تقدروا تشوفوه على القناة. وهنا تم أخذ جزء من المساحة الواسعة دي اللي موجودة في منطقة بير مسعود عشان تتم التوسعة. المكان اتغير جدا بعد التوسعة، الشوارع بقت واسعة والأرصفة كمان بقت واسعة، تم وضع إشارات جديدة وكمان تم وضع أعمدة الإنارة. وهنا كده قدامنا صخرة بير مسعود. طبعا كل المكان ده كان مغلق بسبب التوسعة وكان مقفول بالحواجز. وهنا طبعا في بقى قعدات كده تحت وفي كراسي، بس للأسف طبعا الإنارة زي ما قلت لحضراتكم لازم سرعة إنارة الأعمدة. ودلوقتي داخلين على نادي السيارات وهنشوف البوابة الجديدة. طبعا عارفين ان تم ازالة البوابة القديمة عشان التوسعة وتم عمل بوابة جديدة.
طبعا الرصيف زي ما حضراتكم شايفين لسه متمش وضع الانترلوك عليه، لكن هتلاقوا بقى امام نادي السيارات في جزء تم وضع الانترلوك عليه زي ما هنشوف دلوقتي. ودي كده البوابة الجديدة لنادي السيارات. طبعا تم إزالة البوابة القديمة زي ما حضراتكم شايفين، تصميمها جميل جدا وتم وضع الإضاءة عليها. والجزء ده تم وضع الانترلوك على الرصيف. طبعا فاكرين ان هنا بقى الشواطئ اللي كانت موجودة في منطقة سيدي بشر، شاطئ ميرامار وشاطئ ادوارد الخراط وشاطئ سيدي بشر، كل ده طبعا هيرجع تاني ان شاء الله بعد التوسعة. وحاليا الشاطئ الوحيد اللي شغال معانا في سيدي بشر شاطئ سيدي بشر او عروس البحر حاليا. سعر دخول الفرد ب15 جنيه شامل الكرسي والشمسية. وفي طبعا بعض أسماء الشواطئ اللي تم تغيير اسمها، زي شاطئ ميرامار بقى اسمه شاطئ ماريا، وشاطئ إدوارد الخراط بقى اسمه سيدي بشر. وإن شاء الله نشوف الشواطئ دي شغالة معانا لآخر الصيف ده، أو لو ملحقناش بقى الصيف ده نشوفها الصيف إن شاء الله اللي جاي. ومن ضمن توسعات الكورنيش في المرحلة التانية عمل كوبري محمد نجيب اللي إن شاء الله هيتم الانتهاء منه آخر الشهر ده، وكمان مشروع حماية الشواطئ من النهر. وهنا البوابات اللي قلت لحضراتكم عليها اللي موجودة في سيتي بشر ادوارد الخراط وميرامار، وخلاص بيتم الانتهاء من بوابات الشواطئ عشان نشوفها ان شاء الله السنة دي او السنة الجاية. دلوقتي موجودين أمام مسجد سيدي بشر وأمام إشارة سيدي بشر. ودي كانت جولتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.